جوزفين صومي، مسؤولة مؤسسة أولافتاو لتعليم اللغة السريانية. نحن هون جينا حضرنا مع المكونات الثانيين منتدى عن تعليم اليوم العالمي للغة الأم. وأنا كوني من المكون السرياني، وهذا اليوم يعني لنا كثير، يعني مو بس لي، لكل المكونات، ومن حق كل المكونات تتحدث بلغتها الأم. وإن شاء الله لا يجي إنه شيء إنه سلطوي إنه لا لازم الكل يحكوا بلغة واحدة، لا، من حق كل اللغة كل مكون يحكي بلغته يعني. طبعا دور المرأة هو كبير بكل، يعني بأي مشروع وبأي نشاط بأي شيء ما كان. هلا المرأة صارت يعني طلعت من البيت وصار عم تشتغل وصار فيها تعمل أي شيء، مو إنه بس لترباية الأولاد والأعمال المنزلية فقط. صارت إعلامية، المرأة إعلامية، المرأة تعلم اللغة، المرأة يعني لكل شيء، المرأة يعني عندها قدرة على كل شيء. نشكر للي حط هذا اليوم يوم عالمي للغة، يعني مشان كل مكون يحتفل بلغته ويقدر يعطي رأيه بلغته يعني. ونحن للمستقبل إن شاء الله نحن معهدنا مفتوح لكل المكونات ولكل الأعمار، ونعلم. طبعا هو معهد إعداد معلمين، عم نجهز معلمات مشان نفرزنا على المدارس الإدارة الذاتية، ونتمنى للمستقبل اللغة السريانية تكون يعني نازلة رسميا بمنهاج الإدارة الذاتية ولا غير مناهج كمان. بنتمنى يعني تنزل اللغة اللي كنا نعاني منه، بس كانت مقتصرة على المدارس السريانية الخاصة وكتراتيل، وبس إنه لغة طقسية فقط، ما لنا مسموح يعني لا ندرسها ولا نحكي فيها بغير مدارس، فقط المدارس الخاصة كانت بس. طبعا هاي صارنا 5-6 سنين معهد أولافتاو مفتوح هو، وعم نجهز المعلمات، وجهزنا مناهج. قبل كان الابتدائي وهلا الإعدادي وهلا بلشوا بالثانوي. منهاج هو جاهز، متى ما قبلوا المدارس يعني يفوت المنهاج السرياني للمدارس هي كتبنا جاهزين. أتمنى كل الشعب السرياني ياخذ حقه، يعني أبسط حق إنه هو اللغة السريانية يتعلم لغته الأم يعني.